محمد عبد المنعم يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة. ماذا قال؟ فجر محمد عبد المنعم مدافع الاهلي المصري جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضيه بعد توجيه رساله شكر لجماهير الاحمر، وهو ما فسره البعض برحيل رسميا عن بطل افريقيا خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه. ونشر عبد المنعم مقطع فيديو عبر حسابه بالانستغرام اثناء احتفاله مع جماهير الاهلي ببطوله دوري ابطال افريقيا، وعلق قائلا: ساحمل دائما حبكم ودعمكم معي، شكرا لكم على كل شيء. تأتي رسالة عبد المنعم وسط أنباء عن رفض تمديد عقده مع الأهلي رغبة منه في خوض تجربة الاحتراف الخارجي. وذكرت مصادر صحفية أن عبد المنعم طلب الحصول على 15 مليون جنيه مصري بالإضافة إلى امتيازات أخرى مقابل تمديد عقده مع النادي، إلا أن إدارة الأهلي رفضت هذه المطالب. وفي حال إعلان الأهلي رسميا الاستغناء عن مدافعه، يتوقع أن تتنافس عليه الأندية الأوروبية والخليجية للظفر بخدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأكدت مصادر مقربة من اللاعب أنه تلقى عروضا من عدة أندية في تركيا وفرنسا بالإضافة إلى عروض من أندية خليجية. وذكرت تقارير صحفية أن نادي نانت الفرنسي الذي يلعب له مصطفى محمد لاعب منتخب مصر مهتم بالتعاقد مع عبد المنعم. وأشارت تقارير إلى أن عبد المنعم يرحب بشدة بفكرة الاحتراف في أوروبا أو الخليج، وينتظر أن تتضح خلال الفترة القادمة وجهة عبد المنعم المقبلة، سواء بالبقاء مع النادي الأهلي أو الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية أو الخليجية. وخلال الموسم الحالي شارك عبد المنعم مع النادي الاهلي في 33 مباراة بواقع 12 مباراة في الدوري و3 مباريات في كأس العالم للأندية و12 مباراة في دوري الأبطال و3 مباريات في الدوري الأفريقي ومباراتين في كأس السوبر ومباراة في كأس السوبر الأفريقي. ونجح عبد المنعم في تسجيل هدف وحيد خلال مشاركته في دوري أبطال أفريقيا، كما ساهم في تحقيق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري وكأس مصر خلال الموسم الحالي.